السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على واحد الوصفه اللي كتجي جد متميزه، وهي بسبوسه ديال الشوكولا مسقيه بواحد لاصوص كتجي خطيره الصراحه، وكتجي بحال شي طاخت. بالنسبه للمقادير فهي جد بسيطه، يعني متوفره في كل منزل، ما فيهاش شي حاجه معقده. غندوزو نشوفوا بالنسبه للمقادير. فاحنا غادي نحتاجوا 2 البيضات فقط، وراه كطيح لنا تبارك الله كميه يعني كبيره مقارنه مع انه 2 البيضات، راه تبارك الله كطيح. مع داك البيض درت واحد الرشه ديال الملح، وغادي نضيف كاس ديال السكر، وكاس ديال الزيت، كاس ديال القهوه، وكاس ديال الحليب. غادي نخلط يعني في بادئ الامر هادشي كاع كامل. من بعد عاد غادي نضيف عليه يعني السميده والكوك اللي غادي نحتاج. نضيف واحد الساشي ديال الفاني. وبالنسبه للخماره فانا غادي نحتاج وحده ديال 15 غرام، يعني وحده ديال ليدل ديال هنايا، اولا 2 خمارات ديال المغرب ديال الزا. وغادي كيف ما كتشوفوا معايا كاس ديال القهوه، ممكن ديروها معصره اولا ممكن ديروها، انا درت غير نيسكافي كيف ما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. كاس ديال الحليب يكون دافي، ما سخونش بزاف، يكون فقط دافي باش يعاون على انها تنتفخ لينا. كاس الزيت، ومن بعد غادي نضيف معاها واحد 2 معالق كبار حتى ل3 المعالق كبار ديال الكاكاو. غادي نخلط كل شيء. من بعد غادي نضيف يعني النواشف اللي هما كاس ديال الكوك مع 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه. كيف ما شفتوا معايا كنضيف الكوك. بالنسبه للكوك فانا عندي هذاك يعني الغليظ. غادي نضيف كذلك حتى السميده، نحرك مزيان. بالنسبه للقوام ديالها هي راه كتبقى لينا جاريه، حنا غادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه. في هذه الاثناء انا راني ما مسخناش الفران، فانا غنوجد هذا الخليط هذا. من بعد عاد غادي نمشي نشعل الفران. على ما يسخن ليا الفران كتكون هي زاد شربات شي شويه، وهذا السر باش كيتجي معلكه، يعني ما كتجيش باينه فيها داك السميده. فممكن تشوفوها تقولوا عليها بانها مصاوبه، يعني بحال كيكه مصاوبه بالطحين، يعني ماشي ما فيهاش شي ترميله ولا شي حاجه، خصوصا مع غنسقيوها بواحد لاصوص فكتجي بحال الكيك. هانتوما شفتوا من بعد ما دازت يعني واحد 10 حتى 15 دقيقه، المهم بيد ما يسخن ليا الفران ها هي بدات تقلي، يعني ما بقاتش كيف ما كانت. صافي. بالنسبه للطاوه اللي غادي ندخلها فيها دهنتها مزيان بالزيت اولا بالزبده، ورشيت عليها السميده مزيان باش ما تلصقش ليا، يعني لبستها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نخويها فيها. بالنسبه للفرن فهو مسخن على درجه حراره 180، غادي نشعل عليه الفوق والتحت. غادي نخليها طيب، ما كتاخذش وقت كتير في الطياب، غنخليها طيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه. المهم غادي تدخيو فيها واحد الموس تشوفوها طابت، صافي غادي تحيدوها. من بعد ما طابت ليا البسبوسه ديالي خرجتها، غندوز نوجد لها الصوص ديالها. بالنسبه للصوص خصها تكون سخونه الا عندنا بسبوسه بارده، اما الا عندنا بسبوسه سخونه فالصوص خصها تكون بارده، يعني نديروا العكس. بالنسبه للمقادير ديال الصوص فعندنا 2 كيسان ديال الحليب، واحد معلقه ديال السكر، واحد معلقه ديال نيسكافيه، وغادي نحتاجو كذلك واحد دانون،
ديال الا عندكم ديال الشوكولاط ممكن تستعملوه، ما عندكمش تستعملوا اي نوع ديال الياغورت اللي عندكم. غادي ندير معاه كذلك يعني 1 2 حتى 3 المعالق ديال كولاكاو باش تجيني فيه هذاك الطعم ديال الشوكولا مجد. ضيفوا عليها كذلك شويه ديال طريفات هكا ديال الشوكولاته اللي عندكم، الا ما كاينش ماشي مشكل. صافي غادي نحرك الكل جيدا، من بعد غادي نحطوه على نار حتى يبدا يتقلي واحد شويه. ما نكونش درت دانون غنخليه هو الاخر يعني حتى نسخن الخليط. وكذلك ضفت واحد 2 معالق تقريبا ديال الزيت، نحرك كيف قلت جيدا، من بعد نحطهم فوق العافيه يسخنوا ليا حتى يبداو يعني يغليو ونشوفهم بدا يتقال واحد شويه. من بعد غنحيدهم فوق العافيه، غادي نشد داك دانون عاد نكبو فيه ونحرك مزيان 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 مزيان. وها هي الصوص غادي تكون عندنا واجده. هيا من بعد ما غلات ليا حيتها من فوق العافيه، غادي ندير عليها دانون نحركها مزيان صافي، وغادي نخويها فوق البسبوسه ديالنا. كما كتشوفوا بسبوسه ها هي راها واجده، يعني راه طايبه، ما خداتش معايا وقت نهائيا. كنكب عليها داك الصوص محلها سخونه وغادي نخليها حتى تبرد، ومن بعد غادي نقطعها على يعني الكبر اللي بغيت. ديروا مكعبات صغيره او كبيره، كل واحد على حسب الذوق ديالو. وها هي من بعد ما بردت ليا كيف ما كتشوفوا معايا، فكتشرب داك الصوص كاع كامله. كتجي في الصراحه كتجي هشيشه لواحد الدرجه ما تصوروهاش، كتجي بحال شي طارطه. بالنسبه للتزيين فهو اختياري، انا اختاريت انني نزينها بواحد الصوص ديال الشوكولا يعني الجاهزه، شويه ديال الكوك، ممكن ديروا مكسرات بيستاش اي حاجه عندكم، ممكن تخليوها حتى هكاك، فكل واحد على حسب اللي موجود عنده في الدار. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى انه يكون نال استحسانكم، وانه الوصفه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كنشكركم على المتابعه ديالكم، ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.